السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حلويات خديجة. اليوم إن شاء الله سنقوم بتحضير خبز التورتية أو خبز الشاورما. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. سوف نحتاج إلى 250 جرام من الدقيق الأبيض، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من السكر، ربع كأس من الزيت أو 40 ملل من الزيت. يمكن أن نستعمل زيت الزيتون أو الزيت العادية. ونحتاج إلى قليل من الماء الدافئ لجمع العجين، ثم نحتاج إلى قليل من الملح. في إناء نضع الدقيق، على جنب نضع السكر وخميرة الخبز، نذيبهم بالقليل من الماء، ثم نضيف الزيت ونخلط، ولا ننسى إضافة القليل من الملح، ثم نضيف الماء ونكمل ونجمع العجين حتى نحصل على عجين يكون طري ولين. احتجت تقريبا إلى 130 ملل من الماء لجمع هذه الكمية من العجين. وكما ترون نحصل على عجين يكون طري. ندلكه قليلا باليد. سوف أقوم بتقسيم العجين إلى 4 أقسام، ثم أشكل الأقسام على شكل كويرات. بعد ذلك أقوم بطلق العجين أو تبسيط العجين. أرش القليل من الدقيق، ثم أقوم ببسط العجين على شكل دائري حتى نحصل على عجينة تكون دائرية كبيرة الحجم ورقيقة. في مقلاة على النار، تكون نار متوسطة، أضع العجين يطهى. بعد أن قمت تبسيط العجين بأكمله، أضع العجين على نار متوسطة، أتركه قليلا حتى يتماسك، ثم أقلبه على الجهة الثانية. لا نتركه حتى يتحمر. بمجرد أن يتماسك على هذا الشكل نقلبه على الجهة الثانية ونتركه حتى يتحمر قليلا من تلك الجهة، ثم نرجعه على الجهة الأولى ويتحمر على هذا الوجه كذلك قليلا، ثم نزينه من المقلاة. وهذا هو شكل الخبز بعد أن يطهى. كما قلت لكم لا يجب أن نطهوه مدة طويلة أو يتحمر كثيرا. هذا هو شكله. أكمل على نفس الطريقة حتى أنتهي. وهذا هو الشكل النهائي للخبز بعد أن أكملنا طهيه. عندما ننتهي من طهي الخبز نضعه في كيس بلاستيكي كي يحافظ على طراوته وكي لا يجف. وعند الاستعمال نخرج الرغيف من الكيس بلاستيكي ثم نستعمله. في حصة مقبلة إن شاء الله هذا الخبز سوف نقوم بتحضير به الشاورما. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبتكم حصة اليوم لا تنسوا الضغط على زر أعجبني ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.